في ليلة رأس السنة 1 يناير 2008 الشرطة الأمريكية استقبلت مكالمة استغاثة كلها هلع وخوف من بنت بتصرخ وبتقول إن أبوها بيقتلها هي وأختها. ولما الشرطة وصلت المكان لقوا التاكسي مركون، وجوه التاكسي كان فيه جثتين غرقانين في دمهم، أمينة مقتولة برصاصتين وسارة ب9 رصاصات. المكالمة جت من سارة نفسها قبل ما تموت بثواني معدودة، والفاعل اللي المفروض يكون أكتر شخص بيحميهم أبوهم ياسر محمد سعيد. لكن المأساة ما بدأتش هنا. تعالوا نرجع بالزمن شوية ونعرف إزاي اتكتب مصير أمينة وسارة بالإيد اللي المفروض تحميهم وتكون مصدر الأمل ليهم. ياسر محمد سعيد مصري، اتولد 27 يناير سنة 1957 في سينا. اتربى وسط 4 إخوات، يسري وياسين ومحسن ووعد، ولكن لسبب مشاكل عائلية الأب والأم انفصل، والأب اختفى من حياتهم واتجوز واحدة تانية وساب الأولاد وما بقاش بيظهر نهائي. وفي أوائل الثمانينات ياسين ويسري سافروا أمريكا عشان يبدأوا حياة كويسة هناك، وبالتحديد في ولاية تكساس، واشتغلوا في سوبر ماركت. وبعد فترة واستقرار العيشة هاجرت بقية العيلة واللي كان من ضمنهم ياسر. هناك بحكم شغلهم اتعرفوا على الجيران اللي ساكنين حوالين السوبر ماركت. ياسين أعجب ببنت من بنات الجيران اسمها باتريشا، لكنها رفضته. والغريب هنا ان ياسر اللي كان وقتها عنده 29 سنة بدأ يلفت نظرها. كانت لسه عندها 14 سنة بس، مع انها تعتبر تحت السن القانوني، لكن قانون الولاية وقتها كان بيسمح للجواز من النوع ده تحت موافقة الأهل، والأم والأب ما كانوش موافقين، لكن تحت ضغط بنتهم وافقوا على الجواز. وفي فبراير سنة 1987 ياسر وباتريشا اتجوزوا بالفعل، وبعدها بسنة خلفوا أول طفل ليهم إسلام، وبعده أمينة وسارة. ياسر اشترى كاميرا وكان بيصور كل حاجة بتحصل في حياتهم، حياة شكلها مثالي مليانة ضحك وحب وهزار على الأقل قدام الناس، لكن الحقيقة كانت مختلفة تماما. الحقيقة إن الكاميرا دي كانت بتسجل كابوس طويل من أول لحظة فيه. Yes, you have a beautiful eyes. Thank you. Now Mina's jealous. She needs to be recorded. Mina. I record. Oh. Look at me. Oh, that's nice eye. Just kidding. باتريشا بدأت تحس بالخنقة. ياسر كان متحكم فيها لدرجة انه كان عايزها تقطع علاقتها بأهلها، وكان دايما شايل مسدس معاه سواء بره البيت او حتى جوه البيت، وكان دايما بيهددها ويقول لها لو حاولت تسيبيني ده اللي هيحصل فيكي. نيجي للبنات واللي كان نسيهم تقريبا، او بمعنى اوضح ما كانش مهتم بيهم خالص، كان حبه كله لإسلام، كان بيثق فيه لدرجة انه بيديه السلاح يلعب بيه في البيت. لكن سارة وأمينة كانوا تحت المراقبة والتشكيك دايما، وفي الفترة دي كان بيشتغل كسواق تاكسي. زمايله في الشغل كانوا بيصفوه بالمجنون ومحدش بيتوقع رد فعل. وفي سنة 1997 بسبب اللي بيحصل من ضرب وإهانة باتريشا أخدت البنات وهربت من البيت، لكن الماديات والمسؤولية كانت تقيلة عليها فرجعت له. ومن اللحظة دي بدأ الجحيم الحقيقي. ياسر بقى يضرب البنات بسبب ومن غير سبب، وكان شايف ان دي التربية الصح. وإسلام شارك في العنف ده، وكان ياسر بيدعمه على طول وشايف ان اخوهم الكبير ولازم يضربه. المصيبة الكبيرة لما أمينة قالت لجدتها ان ابوها لمسها في مكان حساس في جسمها. باتريشا خدت البنات وهربت للمرة التانية وبلغت حماية الطفل، والبوليس بدأ يحقق فعلا مع ياسر، بس للأسف تحت التهديد من ياسر
البنات رجعوا وغيروا أقوالهم وقالوا إن الكلام ده ما حصلش، ورجعوا ليه للمرة التانية. وبعد فترة سافر بيهم مصر علشان يشوفوا البلد اللي اتولد فيها أبوهم، لكن البنات كانوا مرعوبين إنه ما يرجعش بيهم أمريكا. بس رجع، وكان في سبب للسفر ده وهتعرفوه بعد شوية. بعد ما رجع بيهم أمريكا الشك زاد وسيطر على ياسر أكتر من الأول. كان بيراقبهم وبيصورهم حتى جوه السوبر ماركت اللي كانوا شغالين فيه، وكان بيتجنن لما كانوا بيضحكوا لحد هو ما يعرفوش. Smile to the customer. Bubba, she has to. Part of her job. She's in trouble. كانوا حرفيا تحت المراقبة 24 ساعة. فيديوهات مرعبة، تحس شخص مش طبيعي اللي بيصورها. Nice legs. She can see us from inside, right? Huh? I'm erasing this tape. No, you can't. Yes, I will. This is illegal. Do I videotape you when you're sleeping? Hey, get there. أمينة بدأت تكتب شعر عن الانتحار وعن الحياة اللي هي عايشاها، وسارة ما كانتش بتكلم أصحابها خوفا من التصنت والمراقبة اللي عليهم. وطبعا مش محتاج أقولك إن العيشة القاسية دي خلتهم يدوروا على الحب وعلى الاهتمام بره البيت. أمينة حبت ولد اسمه جوزيف مورينو من نادي التايكوندو اللي كانت فيه، لكن ياسر واللي كان مراقب كل تحركاتها اكتشف ده، ووقتها ضربها ضرب قتل. بعدها خطط إنه يجوزها لراجل عنده 40 سنة من مصر لسبب انه هيدفع فلوس كتير. بس أمينة رفضت، ولما رفضت حس بالإهانة وبدأ يهددها هي وسارة بالسلاح اللي معاه. ومن هنا أمينة حست ان نهايتها هتكون على ايد ابوها، وبدأت تخطط انها هتهرب من البيت ومش هترجع تاني. لكن ده ما حصلش، وابوها كان بيخطط لها لحاجة عمرها ما كانت تتخيلها. باتريشا هربت بيهم للمرة الثالثة وقطعت كل وسيلة تواصل ممكن توصل ياسر ليهم، بس للأسف كعادتها رجعت بسبب الفقر. أمينة رفضت إنها ترجع معاها. باتريشا خدت سارة بس ورجعت، وسابوا أمينة عند صاحبتها، لكن ياسر هددهم وقال لهم لازم ترجع. وبالفعل أمينة رجعت تحت تهديد ياسر، وفي 1 يناير 2008 خرج بيهم تحت مسمى الصلح، لكن الحقيقة كان بيكتب السطور الأخيرة في حياتهم. في التاكسي بتاعه قتل أمينة وسارة بدم بارد. وقتها الشرطة في ولاية تكساس استقبلت مكالمة استغاثة كلها هلع وخوف من سارة، بتصرخ وبتقول إن أبوها قتلها هي وأختها. ولما الشرطة وصلت المكان لقوا التاكسي مركون، وجوه التاكسي كان فيه جثتين غرقانين في دمهم، أمينة مقتولة برصاصتين وسارة ب9 رصاصات. What's going on, ma'am? I'm dying, that's what's up. Irving Fire Department. Ma'am, are you still there? Ma'am, are you still there? All I've got is she's telling me she's dying. I've got a why? Are you still there, ma'am? Ma'am, what is your address? هرب ياسر واختفى سنين، واسمه بقى على كل القنوات والمجلات، وصوره غرقت الصحف. وقتها هرب ل12 سنة كاملة، وأمريكا كلها بتدور عليه، والمدة دي كلها ومحدش لقاه. الشرطة بدأت تشك إنه رجع مصر تاني، لكن الحقيقة كان مستخبي جوه أمريكا نفسها. والغريب اللي بيساعده في ده مين؟ إسلام وياسين أخو ياسر. لحد ما نيجي لسنة 2017 فني تكييف شاف شخص شبه صورة ياسر اللي كانت منزلاها الشرطة الأمريكية، فبلغ الشرطة، وبتحليل DNA عن طريق بقايا سجاير أكدوا وجود ياسر في المكان، لكن كان هرب وقتها. وبعد مراقبة طويلة في 26 أغسطس سنة 2020 الشرطة اقتحمت بيت مشتبه فيه، وبالفعل قبضوا على ياسر، وقبضوا كمان على إسلام وياسين بتهمة المساعدة. وفي 2 أغسطس سنة 2022 بدأت محاكمته. المحامي بتاعه والحقيقة أنا مش عارف بيدافع عنه إزاي، لكن حاول يقول إن في شخص تاني وهو اللي قتل البنات، لكن القاضي بسؤال واحد قفل القضية، وهو لما في شخص تاني وهو اللي قتل البنات انت خرجت ليه وما حاولتش تدافع عنه؟ ووقتها ما لقاش رد من ياسر، وشهادة باتريشا حسمت الموضوع انه كان عنيف وكان لازم يتعاقب. That mean look that you are glaring at me with, I'm not scared of you anymore. You made me a strong person, but you took my life. You took my family all in one day. You could keep those evil eyes on me as long as you want, but you will never break me
down again. وفعلا اتحكم عليه بالسجن المؤبد بدون إفراج مشروط، وإسلام وياسين اتحكم عليهم بالسجن لمدة 12 سنة بتهمة عرقلة العدالة. ودي كانت نهاية القصة. قصة مؤلمة فيها كل أنواع القهر والسيطرة والخوف، لكن كمان فيها رسالة مهمة لازم نقولها. أمينة وسارة ما ماتوش بس كضحايا، ماتوا كرمز لناس كتير اتكتم صوتهم، والبنات كان ممكن حياتهم تكون مختلفة لو في حد وقف وقال كفاية. العدالة اتأخرت لكن وصلت، وياسر اتحبس للأبد، بس الذكرى لسه عايشة في كل بنت نفسها تعيش بأمان، وفي كل أم بتدافع عن أولادها، وفي كل صوت بيرفض يتحط تحت اسم الشرف ويتقتل بسببه. وبس كده، أنا طه حسن. لو القصة عجبتك ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، واحنا دايما بنقدم قصص حقيقية بصوت الحقيقة. سلام.